مسلسل المداح السنة دي بدأ بقوة ومفاجآت كتير جدا بعد 7 حلقات بس. وفي الفيديو بتاع النهاردة هعمل لكم ملخص لأول 7 حلقات في المسلسل. أصوات غريبة، ولما المداح بيطلب منه يديله فرصة يصلي صلاة استخارة بيجي الدكتور سميح بمنتهى الخبث واللؤم ويقوله مفيش استخارة في فعل الخير، وإنه لازم يروح بسرعة علشان يساعد الراجل ده. وفعلا صابر المداح بيسمع كلامه لأنه كان بيثق جدا فيه، مش هو وبس، وبيخرج الجن صخر اللي بيقوم بدوره دياب وبيبدأ يلعبه. وساعتها بيعرف المداح ان كل اللي حصل ده كان ملعوبة عمل عليه من الجن، وبيعرف ان الدكتور سميح واحد منهم. وبيبدأ الدكتور سميح يشكك اهل المداح فيه، وبيوصل لمراته ان المداح عامل لها عمل علشان تحرق في البحر وهو كمان بيغرق. وبيبدأ يتخنق وفجأة بيفوق وبيلاقي نفسه جوه الطيارة بس غرقان كله مية، والناس بتطلع تليفوناتها وبتبدأ تصور اللي بيحصل. وبيروح بعد كده لمكان عايش فيه درغام، وده واحد من أصدقاء أبوه وكان ماشي في سكة السحر والأعمال زيه. وبيطلب درغام من المداح إنه يقفل البوابة اللي خرج منها صخر في أسرع وقت، وبيطلب منه كمان إنه يساعد ابنه. في الوقت ده بيحضر صخر وبيخفي المداح جوه أوضة بس في عقله بس، وبيقتل درغام. والناس كلها شايفة المداح وهو واقف قدام درغام ودرغام بيموت، وبيصوروا كل اللي بيحصل وينزلوه على السوشيال ميديا. وبيحاول المداح انه يهرب من الناس، وفعلا قدر يهرب. درغام قبل ما يموت وصاه انه يروح لحتة في اسكندرية اسمها سراديب الموت، وده علشان يقدر يتغلب على صخر ويرجعه من مكان ما جه. وفعلا بيروح للمكان ده وبيمشي ورا حاجة زي هاتف كده لحد ما بيلاقي بردية قديمة جدا مكتوبة بأكتر من لغة. بعدها على طول بيروح الدكتور سميح لعيشة بنت عمة المداح، وتعتبر في مقام أخته، وبيعمل حاجة ملعونة ما تخطرش على بال أي حد. بيوسوس لعيشة علشان تذبح بنتها، ومش بس كده دي كمان بتطبخها وتاكلها، وبيقنعها إن ده في مصلحتها بعد ما قدر طبعا يسيطر على عقلها بنسبة 100%. والسبب ده هو اللي خلى عيشة تدخل المحكمة في أول مشهد في المسلسل. أول ما المداح بيرجع البلد بيعرف اللي حصل، ويعرف إن سميح واللي معاه ابتدوا يلعبوه. وبالفعل قدر الشيطان المتمثل في صورة سميح الجلاد إنه يقلب كل أهله عليه. فهم مراته إنه عامل لها عمل، وأخوه إنه بيأذيه، وعمته وجوزها إنه السبب في اللي حصل لحفيدته وبنتهم. خصوصا إن سميح ما اكتفاش بإنه خلى عيشة تذبح بنتها وتطبخها وتاكلها بس، ده كمان خلاها تنتحر في السجن. وبكده الدنيا كلها اتقلبت على صابر المداح، وشافوه إنه هو السبب في أذيتهم. والدكتور سميح هو الشخص الصالح اللي بدأوا يمشوا وراه وهم معميين، ويسمعوا كلامه في كل حاجة وهم مغمضين حتى لو كانت حاجة حرام. ومن بين أعوان الشيطان سميح كانت كاسيا اللي قايمة بدورها مي سليم، واللي دورها إنها تشغل شباب من التيك توك وتديهم ملايين علشان ينشروا الفساد بين الناس، وبكده يقدروا يسيطروا على العالم كله عن طريق السوشيال ميديا. المهم المداح بياخد البردية اللي لقاها وبيروح بيها لصديق بيشتغل في الآثار، وبيقدر هو وواحدة تانية بتشتغل معاه برضو إنهم يوضحوا جزء من المكتوب في البردية للمداح. وبيفهم المداح الرسالة المبعوثة ليه من خلال البردية دي، وبيروح لمكان موصوف في البردية فبيلاقي سلسلة صغيرة على شكل شمس وبتطلع نور، وبيعرف إنها هي اللي هتساعده في إنه يقضي على صخر واللي معاه كلهم. وبيعرف المداح طريق طليقة درغام، وبيروح لها عند دكتور كانت رايحة ليه علشان تعالج ابنها داوود، واللي بيقوم بدوره الطفل يوسف حمادة هلال في أول دور ليه في التمثيل. وبيكتشف المداح إن داوود ملبوس وبيعالجه، وبيروح معاهم بعد كده البيت فبيشوف الأوضة بتاعة درغام اللي فيها كل كتب السحر والأعمال، فبياخد منها كتاب وبيحاول يقضي على صخر بالكتاب ده في لحظة ضعف منه، فربنا بيبعت له روح طيبة متجسدة في شكل أمه علشان تمنعه في آخر لحظة. وبعد كده بيجي دور كاسيا بتحاول إنها تجند دكتور سامح اللي كان بيعالج أخته هبة في الجزء اللي فات، ودلوقتي هو جوزها، بعد ما هربها من المستشفى علشان ما يتقبضش عليها وتتعدم لأنها قتلت أمها. وبيبدأ سميح الجلاد إنه يسيطر عليها مرة تانية من خلال فيديوهات المفروض إنها دينية، لكنها فيها همهمات بتأذي اللي بيسمعها وبتخليه يتلبس. ولما بيحس سامح بإن في حاجة غلط بتحصل بيتصل بصابر ويديله العنوان، وفعلا بيجي صابر وينقذ أخته. ودي مش أول ولا آخر كارثة بيتعرض ليها المداح، لأن من ضمن ألاعيب سميح الجلاد إنه قدر يقنع مرات المداح إنه في جن وأرواح شريرة مسيطرة عليه،
وإنها لازم تساعده، وده عن طريق إنها تجيب له دم منه. وفعلا قدرت رحاب إنها تعمل خطة وتاخد نقطتين دم من صابر، واديته للدكتور سميح علشان يساعده زي ما هو مفهمها. صابر المداح بقى كان خلاص قدر يفهم قيمة السلسلة اللي معاه، وبدأ يحارب بيها صخر، وفعلا شكله كده قدر يرجعه من مكان ما جه، وقفل عليه البوابة. بس طبعا سميح مش هيسكت، واللي جاي أكيد يشيب. لو انت أول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس، وتابع القناة علشان تعرف ايه اللي حصل للمداح. وكمان أوعدك انك هتلاقي فيديوهات كتير حلوة جوه القناة، أتمنى انها تعجبكم كلها.